وفي السعي ديالو للتكاثر خاصو يقلب على الماكله، على الماء، على الموارد، وعلى البلاصه فين يسكن، وعلى الامان وما الى ذلك. والدوبامين هو ذلك المحرك اللي كيدفعو باش يدير هذا الشيء كامل، وكيعطيه الشعور بالمتعه على المدى القصير. وهذه المتعه هي اللي كتحفزو بطبيعه الحال باش يعاود يدير نفس العمليه، وبالتالي كيستمر في التكاثر. باش نزيد نوضح لك الفكره اكثر، تخيل معايا انك ما عايش في هذا العصر، انت عايش في واحد العصر هذه 10000 عام قبل. ملي كتفيق من النعاس كتدور عينيك في الكوخ ديالك، كتلاحظ انه ما بقاش ليك الماء اللي يكفاك داك النهار، والماكله اللي جمعتي حتى هي سالات، وربما معاك حتى المراه والولاد. غادي تحس براسك محتاج لهاد الاشياء، وخاص يكون عندك دافع وطاقه باش تنوض تخرج تقلب عليهم. وكاين احتمال كبير انك غادي تواجه مخاطر في الطريق ديالك وانت كتقلب على هاد الاشياء. يمكن شي حيوان مفترس، يمكن افعى سامه، ويمكن حشرات قاتله، وتقدر تكون حتى شي عاصفه ديال البرد جايه في الطريق. وفي احسن الاحوال تقدر تصاب بجروح اثناء المطارده ديالك لشي فريسه. هاد عمليه الخروج هادي وتحدي المخاطر والبحث على الطعام كانت بسبب هاد العنصر، بسبب الدوبامين. وخا ما عندنا حتى شي دلائل احفوريه على الدماغ في ذاك الوقت كيفاش كان كيخدم، ولكن راه الخلايا العصبيه اللي كاينه في الدماغ ديالنا دابا هي نفسها اللي كانت في ذاك الوقت.